إذا نتوقف مع هذه الصور. عذرا محمد، هذه الصور من داخل مستشفى سوروكو على ما يبدو داخل إسرائيل. إذا مستشفى سوروكو في بئر السبع. هذه الصور تأتينا مباشرة للعربية قبل قليل، وليست صور مباشرة، ولكن هذه آثار الدمار والحطام داخل المستشفى. هذا المستشفى في بئر السبع، وبما نتابعه الآن من رشقة صواريخ أطلقت من إيران على موجات أو ربما على دفعات بفارق زمني لدقائق بين الصاروخ أو الآخر، وربما هي مجموعة صواريخ بحسب ما جاء بالمعلومات الأولية من 20 إلى 30 صاروخا. إذن هذه الصور من مستشفى سوروكو في بئر السبع. ربما هذا الموقع الذي تضرر. نحن الآن نتحدث عن مستشفى، نتحدث عن مشهد مختلف في اليوم السابع من هذه المواجهة بين إيران وإسرائيل.